السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما هو معلوم أن النرجسية أصبحت جائحة ووجب التحذير منها قبل الزواج، لأنه إذا صادف وأن وقعت في نرجسي أو وقعت في نرجسية قد تكون هذه هي خطيئة العمر. لذلك وجب تحذير المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات من خطر الوقوع في فخ النرجسي، وذلك قبل أن يقع الزواج. وفي فترة الخطوبة يجب كشف النرجسي وأخذ الحيطة والحذر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهل أنت على وشك الوقوع في فخ النرجس الخاطب؟ قد يبدو لك فارس الأحلام، ذكي لبق وسيم، يتحدث بثقة ويغدق عليك بكلمات الحب والإطراء، يجعلك تشعرين أنك ملكة وأنه الرجل الذي لا طالما حلمت به. لكن انتبهي، فبعض العلاقات تبدأ وكأنها قصة حب خرافية، ثم تتحول تدريجيا إلى كابوس لا ينتهي. النرجسي لا ينكشف أو لا يكشف عن وجهه الحقيقي منذ البداية، بل يرتدي قناعا، وهو فنان في ارتداء الأقنعة. يرتدي قناعا زائفا ليكسب ثقتك، حتى إذا وقعت في شباكه بدأ في التلاعب بك واستنزافك عاطفيا ونفسيا. كيف تعرفين أن الرجل الذي تقدم لخطبتك قد يكون نرجسيا، أو أن المخطوبة قد تكون نرجسية؟ سأتكلم بصيغة المذكر، لكن أعني به الذكر والأنثى على حد سواء، أي أني أعني النرجسي والنرجسي على حد سواء في هذا الفيديو. إليك 10 علامات خطيرة تدعمها أدلة شرعية تكشف لك كيف يخفي النرجسي نواياه الحقيقية خلف كلماته المنمقة وبابتسامة ساحرة. أولا، الإفراط في الحديث عن نفسه والتفاخر بذاته. إذن هذه هي أول علامة. النرجسي لا يكف عن الحديث عن نفسه. تجد حتى ولو أراد أن يكف عن الحديث عن نفسه فهو لديه طاقة، قوة تدفعه وتجبره على أن يتحدث على نفسه. لديه احتياج أن يتحدث عن نفسه ليظهر بمظهر يثير الآخرين. لا يكف عن الحديث عن نفسه، نجاحاته وإنجازاته، ويتجاهل الحديث عنك أو عن مستقبلكما معا. يريد أن يكون دائما في مركز الاهتمام. الله عز وجل حذرنا من هذا فقال: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال النبي: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إذن التوجيه: الرجل الصادق سيظهر لك اهتمامه بك لا بنفسه فقط. نعم، فالمتعاطف المتزن سيظهر، هو ينفق من عطائه المعنوي، فسينفق عليك من عطائه المعنوي. إذن ثانيا، الحب الزائف والمجاملات المبالغ فيها، الإغراق، وما يسمى عند النرجسيين بالإغراق العاطفي أو إغراق بالحب. في البداية سيعاملك وكأنك أهم شخص في العالم، يغدق عليك بالمجاملات والهدايا، لكن الهدف ليس الحب بل السيطرة عليك نفسيا. قال الله عز وجل كاشفا هؤلاء فقال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذن فهذه 3 علامات محذرة. فإذا وجدته في حديثه كذب، وإذا وجدت أنه يخلف وعده، وإذا أؤتمن خان، فهنا علامة تحذير وتنبيه قوية لك بأن هذا الإنسان قد يكون نرجسيا وقد تعاني معه بعد الزواج. إذن فالحب الحقيقي يبنى على المواقف لا على الكلمات المعسولة. إذن فليكن انتباهك أختي، وليكن انتباهك أخي على السلوك وليس على الكلمات، على السلوك وليس على الكلمات، على الجسد وليس على ما يخرج من فيه. إذن ثالث علامة: قلة الاهتمام بمشاعرك وتجاهل احتياجاتك العاطفية. بعد أن يضمن
أنك أصبحت متعلقة به سيتوقف عن الاهتمام بك تدريجيا، وهذه علامة فارقة أيضا، ولن يبالي بمشاعرك، بل سيجعلك دائما في موقف الساعي لإرضائه. قال الله عز وجل أو الرسول عليه الصلاة والسلام: خياركم خياركم لنسائهم، خياركم خياركم لنسائهم. وفي حديث وفي رواية أخرى: خياركم خياركم لأهله، والأهل هم الزوجة. الرجل الصالح يهتم بمشاعر زوجته ويقدرها ولا يتجاهلها، فيحقق بذلك قول الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. فالإنسان الزوج السوي والزوجة السوية فهما يلقيان على بعضهما بالمودة والرحمة. رابع علامة تكشف لك الخاطب النرجسي وحب السيطرة والتحكم. ستجدينه يحاول فرض سيطرته عليك قولا فعلا سلوكا منطقيا تفكيرا، يقرر ماذا تريدين أو تقرر ماذا تريد، مع من تتحدثين، وحتى كيف تفكرين. يريد أن يجعلك نسخة من أفكاره لا إنسانة مستقلة. يريدك أن تلبسي كيف يريد، وأن تتحدثي كيف يريد، وأن تمشي كيف يريد، بمعنى أنه يحاول، فهو لا يرضى بأشياء قد لا تناسب مقامه العالي. لذلك فهو يريد أن يشكلك بحسب ما يثير الآخرين ويعجب الآخرين ويزيد له من تقديره الذاتي، وبالتالي يلغي شخصيتك ويلغي إرادتك ويلغي رغبتك. الله عز وجل يقول: لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، مما يعني أن الاحترام والاختيار جزء من العلاقة السليمة. الزواج مشاركة وليس استعبادا. خامس علامة: الغيرة المرضية والشكوك المتكررة. النرجسي سيبدأ بمراقبتك، وقد يتهمك بالخيانة دون سبب، ويفرض عليك قيودا بحجة الخوف عليك، لكنها في الحقيقة وسيلة للسيطرة ولإرضاء شكوكه المرضية. قال الله عز وجل: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وأغلب النرجسيين مصابون بالشك أو بالارتياب، لذلك في نهاية مطافهم قد يصابون بجنون الارتياب. إذن الغيرة المفرطة ليست حبا بل مرضا نفسيا، حتى ولو برر ذلك بالغيرة، فالغيرة المفرطة ليست حبا بل مرضا نفسيا. سادس علامة: عدم تحمل النقد، وهي علامة أيضا فارقة. فإذا أردت أن تعرفي النرجسي فقومي بانتقاده ولو انتقاد بسيط، وانظري إلى وجهه كيف يتغير، وانظر إلى كلماته كيف تصبح نابية، وانظر إلى سلوكه كيف يصبح عدوانيا، أو قد يفجر وقد يكذب وقد يتحول إلى وحش. عدم تحمل النقد وإلقاء اللوم عليك دائما، لا يعترف بأخطائه أبدا. جربي وسترين ذلك، وإن واجهتيه بها سيجعلك تشعرين أنك المذنبة وأنك السبب في كل المشاكل. دائما هو خبير بقلب الطاولة، بمعنى أنه يجعل منك هو المذنب ويجعل منك أنت المذنبة، لأن النرجسي لا يتحمل أن يكون في موقف ضعف، لذلك فهو لا يعترف بأخطائه. بينما الإنسان السوي فغالبا ما يهرع إلى الاعتذار حفاظا على مشاعر الآخر إذا وجد في نفسه أنه أخطأ أو أساء، لأنه يستشعر مشاعر الآخرين ويتألم لألمهم ويفرح لفرحهم، بعكس النرجسي فهو ذا قلب قاسي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه المؤمن. إذن الشخص السوي يتقبل النقد، أما النرجسي فيعتبره هجوما شخصيا. سابع علامة: استغلالك العاطفي والمادي. يستغلك عاطفيا وماديا، قد يستغلك عاطفيا أو ماديا ويطلب منك تقديم التضحيات بينما هو لا يقدم شيئا بالمقابل.
إذن العلاقة الصحية قائمة على العطاء المتبادل. العطاء المتبادل، فإذا وجدت من نفسك عطاء دون مقابل فاعلمي أنك تحاولين إرضاء هذا الشخص، أو أنك متعلقة بهذا الشخص، أو أنك فاقدة للقيمة الذاتية، وبالتالي سيعود عليك هذا العطاء عقابا. وفي المقابل هو لا يقدم عطاء فتقعين عرضة للاستغلال. إذن فالعلاقة الصحية قائمة على العطاء المتبادل، حتى ولو كنت مستغنية عن العطاء المقابل، لكنه هو علامة من علامات التحذيرية في كونك في علاقة مع نرجسي. إذن فالعلاقة الصحية قائمة على العطاء المتبادل لا على الاستغلال. ثامن علامة التقليل من قيمة الآخر. تلاحظين أنه دائم السخرية من الآخرين، يزدريهم، يحتقرهم، ويتحدث عنهم بسوء، مما يعني أنه يتحدث عنك بنفس الطريقة لاحقا. قال الله النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال الله عز وجل: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. احذري من الشخص الذي يرى نفسه أفضل من الجميع أو أفضل من الآخرين، وأنه خير من الآخرين، ويقدم نفسه في هذا القالب. تاسع علامة الكذب المستمر والتلاعب بالحقيقة. لا يمكنك تصديق كلامه بالكامل، فهو يغير أقواله ويبرر أخطاءه بالكذب والخداع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. لا تثقي في شخص يبني علاقته على الكذب. 10 علامة كثرة الوعود الكاذبة وعدم الوفاء بها، وهذا من علامات المنافقين. يعدك بأشياء كثيرة ويجعلك تحلمين بها. يعدك بأشياء كثيرة لكنه لا يفي بها ويتهرب عند مواجهته. قال الله عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالذي يقول ما لا يفعل هو عند الله ممقوت. إذن الشخص الصادق يظهر أفعاله قبل كلماته. فالشخص الصادق مواقف، الرجل الصادق مواقف، المرأة الصادقة مواقف. خلاصة، إذا كان هذا الشخص بهذه العلامات، هل هذا الشخص يستحقك؟ إذا وجدت هذه الصفات في الشخص الذي تقدم لخطبتك فاعلمي أنه لن يتغير بعد الزواج، بل سيزداد الأمر سوءا. قال النبي: إذا جاءكم من ترضون، اسمع، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكو فتنة في الأرض وفساد عريض. احذري من أن تنخدعي بالمظاهر، احذر أن تنخدع بالمظاهر، احذر أن تكون المخطوبة تبرز نفسها وتقدم نفسها بالمظاهر وتضغط عليك أيها الخاطب بالمظهر. الزواج ليس مجرد حب، بل مسؤولية وشراكة حقيقية. اختاري الرجل الذي يعاملك باحترام، اختاري الفتاة التي تعاملك باحترام، وليس الذي يسعى للسيطرة عليك. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.